تخيل راسك في البور، هاز معاك الوليدات، الفرحة ديال العطلة والشوفة ديال العائلة مرسومة على وجهك من بعد عام كامل ديال الغربة وتمارة، وفي دقيقة واحدة كل شيء كيتقلب. كيجي عندك البوليسي وبكل برودة الدم كيقول لك ولادك ما يمكنش يدخلوا المغرب. ولا تخيل سيناريو آخر، غادي خارج من المغرب راجع بحالك وكيوقفوك في الديوانة كيقولوا لك ما يمكنش تخرج بالطوموبيل ديالك، عليك واحد المخالفة ديال الرادار عمرك سمعتي بها. هاد الشيء ماشي مجرد تخيلات، هذه هي القواعد الجديدة اللي خاص أي مغربي فين ما كان في العالم يكون عارفها وحاطة في ماله. تقدر تصور معايا الإحساس ديال هذاك الأب وديك الأم في ديك اللحظة، الفرحة ديال عام كامل كتجمع فيها كتقلب في ثانية واحدة الكابوس. الوليدات كيبكيو ما فاهمين والو علاش ممنوعين يدخلوا لبلادهم، وداك الإحساس ديال الحقرة والعجز وانت واقف في البور، الباخرة كتصفر والناس كتحرك، وكيقول لك الموظف اسيدي لاكارت ناسيونال ديالك ماتت هذه عامين ودابا عندك عليها واحد الغرامه اللي كتبقاو كتزاد عليك كل نهار وخاصك تخلصها دابا عاد تدخل، وما كاين مع من تهضر، السيستم هو اللي حكم. هاد المشاهدة الخوت راه ماشي من شي فهم أمريكي، هادي هي الحقيقة الجديدة ديال المغرب الرقمي اللي غنوليو نعيشوه كاملين ابتداء من 2026. المغرب كيطير في الرقمنة والإدارة كاملة ولات عندنا بين يدينا في التليفون ديالنا، ولكن مع هاد السهولة كلها جات واحد الحاجة أخرى سميتها الصرامة. السيستم الإلكتروني الجديد ما كيعرفش الله يرحم بها الوالدين ولا دير عين ميكا. هاد الهضره ما بقاتش، دابا السيستم هو اللي كيهضر والقرار ديالو اوتوماتيكي كيطيح بحال شي مقص، ما فيه لا رجوع لا والو. ايوا، منين غادي نبداو هادشي كامل؟ ضروري ما نبداو من الاساس، من الساس ديال هاد البنيان الرقمي المغربي الجديد اللي هو لاكارت ناسيونال الكترونيه. الخوت، هادي ما بقاتش غير مجرد بطاقه بلاستيكيه مخشيه في البسطام باش الا وقفوك بوليسي توريها ليه وصافي. لا لا، هادي ولات هي الصاروش ديالك، الصاروش الماستر اللي كيحل لك جميع البيبان ديال الادارات المغربيه. بلا بها بحال يلاه عندك اخر ايفون خرج وما عندكش الشارجور ديالو، ما عنده حتى شي قيمه. باش نفهموا مزيان الخطوره ديال هادشي، شوفوا معايا هاد المقارنه البسيطه. شحال هادي كانت لاكارت تقدر تموت ليك في 2020 وتبقى بها حتى ل 2025، عاد تفكر تبدلها ما كاين اللي يقول لك فين كنتي، ما كاين حتى مشكل. اما دابا ديك الهضره كلها سالات. السيستم جديد ديال لاكارت مربوط نيشان مع السجل الوطني للسكان، يعني نهار اللي كتوصل فيه لاكارت ديالك تاريخ النهايه والسيستم ما كيلقاش باللي انت دفعتي طلب باش تجددها اوتوماتيكيا، وكنصر على اوتوماتيكيا كيديكلاري عليك غرامه ديال التاخير، وهاد الغرامه ماشي ثابته، كتبقى غاده وكتزاد عليك مع كل نهار، كل سيمانه، كل شهر. وفاش غادي تمشي تجدد، اول حاجه غتطلع الموظف في الشاشه ديالو هي ديك الغرامه، وغيقول لك اجي بعدا نقيو هاد الديون اللي عليك عاد ندويو في التجديد. ردوا البال مزيان لهاد النقطه. واخا دابا فهمنا المشكل والخطر ديالو، ولكن فين هو الحل؟ الحل بسيط، فابور وكاين في التليفونات ديالنا كاملين، سميتو تطبيق هويتي الرقميه. هاد لابليكاسيون ماشي شي حاجه زايده، هذه هي التيليكوموند ديال حياتكم الاداريه في المغرب، خاصها تكون من الاساسيات في التليفون ديال اي مغربي، بحال الواتساب، هي اللي غتكون المنبه ديالكم وهي اللي غتحل لكم بيبان الادارات بلا ما تحتاجوا تحركوا من بلاصتكم. يلا دابا نوريكم كيفاش تاكتيفيو هاد الدرع الرقمي ديالكم، راه عمليه ما كتاخذش حتى دقيقه ديال الوقت. تبعوا معايا خطوه بخطوه. اول حاجه غتمشيو للبلاي ستور ولا اب ستور وغتكتبوا هويتي، وردوا البال تيليشارجاو التطبيق الرسمي ديال الحكومه اللي فيه الرمز ديال المملكه، ماشي شي تطبيق اخر ديال الشفاره. من بعد ما تيتيليشارجا، ثاني حاجه غتحلوا التطبيق، غادي يطلب منكم تقربوا لاكارت ناسيونال الجديده ديالكم لظهر التليفون، بحال يلا غادي تخلصوا بها بلا كونتاكت. التليفون عنده واحد الخاصيه سميتها NFC، بيان كيقرا ديك الشريحه الذكيه اللي في البطاقه. صافي هادشي اللي كاين، من ديك اللحظه التطبيق هو اللي مكلف. قبل ما تسالي ليك لاكارت ب6 شهور غيجيك ميساج، ب3 بشهر مستحيل مازال تنساها. هاد الدقيقه اللي غتخسرها دابا غتربحك ايام ديال المشاكل والفلوس في الصيف الجاي. مزيان، دابا لاكارت ديالنا مقاده ومحميه بتطبيق هويتي، تهنينا من هذا المشكل الكبير. ندوزو دابا للوثيقه الثانيه اللي حتى هي مهمه بزاف للسفر، واللي كانت وخليني نكون صريح معاكم كانت كابوس حقيقي لبزاف ديال المغاربه اللي عايشين على برا. الباسبور، شكون فينا اللي ما عمره وقعت ليه كيشري البي ديال الطياره وكيفرح وحتى كيبقى شهر العطله عاد كيتفكر بلي الباسبور ديالو مات؟ اجي نشوفوا واش الرقمنه حلت هذا المشكل ولا غير عقداته كتر. مؤخرا كثرت الهضره باللي تجديد الباسبور حتى هو ولا 100% من الدار. هنا خاصنا نوقفوا ونوضحوا واحد النقطه مهمه باش كل شيء يفهم. الحقيقه هي ان 80% ديال العمليه بصح ولات اونلاين، وهذه بوحدها راها ثوره. كتدخل للموقع الرسمي ديال الباسبورات، كتعمر الاستماره ديالك على خاطرك بلا زربه بلا والو، كتسكاني وترفع الوثائق ديالك، كتخلص التامبر بالبطاقه البنكيه ديالك، وفي الاخر السيستم كيعطيك تختار الموعد اللي مسلكك في القنصليه.
ولكن ديك 20% اللي بقات ضروريه، وكنقول ضروري خاصك تمشي للقنصليه. علاش؟ حيت الباسبور ماشي ورقه، هذه هويه سياديه وامنيه ديال الدوله. خاص الموظف يشوفك بعينيه، يتاكد من انك هو انت، ياخذ لك البصمات الجديده ديالك، وفاش يوجد يسلموا لك في يديه. هذا الاجراء هو اللي كيحمينا كاملين من انتحال الشخصيه والتزوير. وباش تعرفوا الفرق الهائل اللي وقع، نساو عليا داك السيستم القديم اللي كنتي كتدخل تقلب على رونديفو في القنصليه كتلقاه عامر حتى ل3 ولا 4 شهور القدام، كيبداك ستريس وكتقول صافي مشات العطله. دابا مع السيستم الجديد فاش كتكمل ديك 80% ديال الاجراءات اونلاين وكتخلص، النظام كيضمن لك موعد في القنصليه في اقل من 48 ساعه. سمعتوني مزيان، 48 ساعه. بحال القصه ديال السي ابراهيم، مغربي في فرنسا، كان خاصو الباسبور ديالو ضروري بالزربه، دخل الموقع الرسمي بالليل، عمر داك الشيء كامل، وهما يعطيو رونديفو من بعد يومين. مشى في الوقت المحدد ليه، قال لك ما كاملاش 15 دقيقه كان سالا كل شيء، والسيمانه من بعد جاي ايميل كيقول ليه اجي تاخذ الباسبور ديالك. يعني الخوت الاعذار ديال القنصليه عامره وما فيها ما يدار ما بقاتش خدامه. واخا قادينا لاكارت وجدنا الباسبور كلشي هو هذاك، ولكن واش حنا غاديين لبلادنا بوحدنا؟ الاغلبيه فينا عندهم وليدات تزادوا على برا وكبروا تما. دابا غادي ندويو على واحد الموضوع اللي حساس بزاف ومهم بزاف، واللي للاسف الشديد كنشوفوه كل عام كيدير كوارث حقيقيه للعائلات في البورات والمطارات: الحاله المدنيه ديال هاد الوليدات. ونرجعوا لديك الصوره المؤلمه ديال الحدود، فاش الاب كيمد الباسبورات للشرطي، الشرطي كيشوف فيهم وكيقول ليه داك السؤال اللي كينزل على الواحد بحال السقله: اسيدي هاد الوليدات عندهم باسبورات اجنبيه، فين هي الوثيقه اللي كتثبت انهم مغاربه؟ اغلب الاباء كيتصدموا، كيحسب لهم مادام هو مغربي راه ولده مغربي صافي. هادشي صحيح من ناحيه المبدا، ولكن القانون كيبغي الدليل المادي. الباسبور الاوروبي ولا الامريكي ديال ولدك راه كيثبت الجنسيه ديالو الاجنبيه ماشي المغربيه، وما بقاش كافي بتاتا، وكنعاودها ما بقاش كافي باش يدخل به لتراب الوطن. هنا الهضره خاصها تكون واضحه ومباشره. القانون الجديد ولا صارم لابعد درجه في هذه النقطه. اي طفل زاد على برا من اب او ام مغربيه اصبح واجب، وكنسطر عليها 10 ديال السطوره، واجب انه يتسجل في الحاله المدنيه المغربيه. السلطات في الحدود عندها الحق القانوني تمنع اي واحد ما عندوش وثيقه مغربيه من دخول البلاد، والحل ديال هذا الشيء راه بسيط، سميتو دفتر الحاله المدنيه المغربي او اللي كنسميوه ليفغي دو فامي. وحتى هنا الرقمنه سهلت علينا المأموريه. كاينه دابا منصه الكترونيه خاصه بالحاله المدنيه، من دارك كتدخل للموقع، كتعمر المعلومات ديال ولدك ولا بنتك، وكترفع شهاده الميلاد الاجنبيه ديالهم. الملف كيمشي مباشره للمصالح المختصه، وفاش كيوجد كل شيء كيجيك اشعار باش تمشي للقنصليه مره واحده باش تاخذ الدفتر العائلي ديالك وفيه الاسم ديال ولدك مسجل رسميا كمواطن مغربي. عافاكم ما تخليوش ولادكم بلا هويه مغربيه رسميه، راه حق من حقوقهم. يلا نكملوا الرحله ديالنا، ورقنا مقادين، ورق وليداتنا مقادين، كلشي ناضي. وصلنا لاخر مرحله قبل ما نحقوا رجلينا في تراب الوطن: الديوانه بالطوموبيل. حتى في هذه النقطه الرقمنه دارت واحد التوره حقيقيه اللي تهنينا بها من واحد الصداع ديال الراس كبير، ومن واحد الوقيف في الشمس، وواحد التسطيه اللي كنا كنعانيو منها شحال هذه. كلشي فينا، كلشي بلا استثناء، عقل على ديك الورقه الخضراء ديال الديوانه اللي كان سميتها التقنيه ديسايز شير. ديك الوريقه اللي كتبقى تقلب على ستيلو باش تعمرها، وتقلب على شي واحد اللي يفهمك كيفاش تعمرها، وتلصقها في الزجاجه ديال الطوموبيل، وتبقى حاضيها اكثر من ولادك باش ما تقطعش ولا تضر ليك. ايوا هذيك الصفحه طويناها للابد. داك النظام ديال الوراق والستيلوات والصداع ما بقاش. النظام الجديد بسيط لواحد الدرجة ما كتصورش. قبل ما تخرج من دارت في أوروبا وانت جالس مرتاح، كتدخل للموقع ديال إدارة الجمارك المغربية، كتعمر المعلومات ديال السيارة ديالك على خاطرك، الماتريكول، النوع، اللون، وفي الأخر كيعطيوك واحد الكود سميتو QR كود في التليفون ديالك. فاش كتوصل للديوانة ما كتجبد لا ورقة لا ستيلو، كتقدم غير التليفون ديالك للديواني، كيدوز عليه سكانير، وفي أقل من 30 ثانية كيسجل الدخول ديال السيارة. العملية ولات سريعة، نقية، منظمة، وبلا صداع الراس تماما. ولكن ردوا البال مزيان، كيف ما الرقمنه سهلات عليكم الدخول، دارت واحد الفخ صغير ولكن خايب بزاف في الخروج. فاش كتكون راجع بحالك، ساليتي العطله ديالك، فرحان، السيستم ديال الديوانه فاش كتكون خارج ما بقاش خدام بوحده، ولا مربوط الكترونيا مع واحد الجهه اخرى مهمه. هنا فين كاين هذا الفخ الرقمي اللي خاص كلشي يعرفه. السيستم ديال الديوانه ولا مربوط نيشان مع السيستم ديال مخالفات السير، يعني الرادارات. بمعنى اخر، قبل ما الديواني يضرب ليك على خروج في السيستم ديالو، السيستم اوتوماتيكيا كيمشي يقلب واش ديك الطوموبيل ما عليها حتى شي مخالفه ديال الرادار ما مخلصاش. وشحال من واحد مسكين وحل في البور كيتسنى الباخره وكيقول ليه الديواني: اسمح لينا اخويا ما يمكنش ليك تخرج بالطوموبيل ديالك حتى تخلص 500 درهم اللي عليك ديال شي رادار قديم.
وكيبدا يجري يقلب فين يخلص ويتعطل على الباخره، واخر نهار في العطله كيتقلب ليه جحيم. إذا باش الواحد يتفادى هذا الموقف الخايب، ها هي النصيحة الذهبية، سجلوها عندكم. يومين قبل ما تشد الطريق راجع بحالك، غدير واحد العملية ديال 5 دقائق من التليفون ديالك وانت في الدار. غتدخل للموقع الرسمي ديال مخالفات السير، غتلقى واحد الخانة خاصة بالمخالفات، كتدخل فيها غير النمرة ديال الطوموبيل ديالك، وهو كيقلب وكيقول لك واش عندك شي حاجة ولا ما عندك والو. إلا لقيتي شي مخالفة كتخلصها تما نيت اونلاين بالبطاقة البنكية المغربية أو الدولية، وهكذا كتمشي للميناء مهني مرتاح، عارف باللي وراك نقيين وما كتسناك حتى شي مفاجأة خايبة. مزيان، دوزنا على جميع الإجراءات الإدارية اللي ولات رقمية، ولكن ما يمكنش نساليو هذا الشرح بلا ما نحذروا من واحد الخطر جديد اللي جا مع هذا الرقمنة. كيف ما كيقولوا كل حاجة عندها الوجه المزيان والوجه الخايب ديالها، والوجه الخايب ديال هذا التطور هو النصب الإلكتروني اللي ولا كيتكاثر بحال الشامبينيون وكيستهدف خصوصا المغاربة ديال العالم. بغيتكم دابا تسمعوني مزيان، الله يرحم الوالدين، هذه النقطة مهمة بزاف. أولا، المواعيد ديال القنصليات كلها فابور بالمجان، ولكن الفيسبوك والواتساب عامرين بالنصابة اللي كيستغلوا الناس اللي مزروبين وما عارفينش. كيحطوا إعلانات بغي رونديفو دغيا صيفط 100 اورو ونجيبوا ليك. حذاري، هادوك راه شفارة. ثانيا، وهو اللي أخطر من الفلوس، فاش كتعطي معلوماتك لذاك بنادم راه ماشي غير 100 اورو اللي كيدي ليك، راه كيسرق لك هويتك، يقدر يستعمل سميتك وصورة لاكارت ديالك في جرائم أخرى، وتصدق أنت اللي متابع قانونيا. القاعدة الذهبية سهلة، تعامل فقط وفقط مع المواقع الرسمية ديال الدولة اللي ديما كتسالي .gov.ma، واي تطبيق بحال هويتي تيليشارجيه نيشان من بلاي ستور الرسمي ديال جوجل ولا الاب ستور ديال ابل. حافظوا على معلوماتكم الشخصية كيف ما كتحافظوا على الكود ديال لاكارت كيشتي ديالكم. إذن الخلاصة ديال هذه الهضرة كاملة هي أن المغرب ديال 2026 هو مغرب جديد، مغرب سريع وفعال، ولكن هادشي كامل كيفرض علينا حتى احنا كمواطنين، خصوصا اللي عايشين على برا، واحد تحول كبير في العقلية ديالنا. العلاقة بين المواطن والإدارة ما بقاتش كيف ما كانت. الدولة دارت الخدمة ديالها، حطات لنا الأدوات كلها بين يدينا في تليفوناتنا. ما بقاش عندنا داك العذر ديال الإدارة معطلة والصفوفات كيديو الوقت وخاصنا المعرفة باش نقضي غراض. دابا كيف ما كنقولوا بالدارجة، الكرة ولات في ملعبنا حنا. السهولة كاينة، ولكن مع ديك السهولة جات واحد المسؤولية كبيرة. دابا كل شيء ولا متوقف على الوعي والمسؤولية ديال كل واحد فينا. خصنا نبدلوا ديك العقلية القديمة ديال باقي الحال وحتى لاخر دقيقة عاد نجريو. السيستم الرقمي الجديد كيطلب مواطن منظم، مواطن كيسبق الأمور وكيحترم الآجال. خصنا نكونوا حنا هما السباقين باش نقادوا وراقنا بكري، ونستعملوا التكنولوجيا اللي بين يدينا باش نسهلوا على راسنا الحياة، ماشي باش نزيدوا نعقدوها. الرقمنة عطاتنا السهولة والسرعة، ولكن في الأخر هي كتبقى غير أداة. السؤال الحقيقي اللي خاص كل واحد فينا يطرحه على راسه هو: واش حنا كمواطنين مستعدين نكونوا على قد هذه المسؤولية اللي جات مع هذه السهولة؟ واش غادي نستغلوا هذه الأدوات باش نكونوا منظمين ملتزمين أكثر، ولا غادي نبقاو بالناس العقلية القديمة ومن بعد نبداو نتشكاو من أن السيستم بلوكانا؟ الجواب كيبقى عند كل واحد فينا.